غيرجع الحسن الثاني من باريس، وبحال اي رجوع من السفر غيبغي يتفقد اغراضه الشخصيه واسرار الدوله اللي مخبيهم في القصر الملكي بالرباط. ولكن المفاجاه، الحسن الثاني غيلقى ان حقيبه من الحقائب تهزات من بلاصتها، ولا بعباره اخرى تشفرات. هاد الحقيبه كان فيها خاتم الماسي، وثائق سريه كبيره متعلقه باسرار الدوله والمخابرات المغربيه، شيكات وارصده بنكيه بملايين الدولارات. الحسن الثاني مباشره غيتصل بجهاز المخابرات المغربي باش يبدا التحقيق، وغيكتشفوا من بعد اختفاء الشخصيه المحوريه في هذا الريل، وهو هشام المنداري، هو ومراته وجوج بناته. وقبل ما يوقف الملك الحسن الثاني حساباته البنكيه غيسحب المنداري فلوس كثيره منها. وهنا غيبدا التحقيق مع مجموعه كبيره من خدام القصر، منهم فريده الشرقاوي وحراس وسط البلاط. في الاخير غتم اقاله عدد كبير من الحراس وطرد بعض الخدم. اما هشام المنداري فهرب للولايات المتحده الامريكيه، ورغم محاولات الداخليه المغربيه والخارجيه التوصل للحل مع البيت الابيض لتسليم هشام المنداري غتفشل، وغيرحلوه لفرنسا بعد ما كثرت عليه الشكاوي من دول اخرى من غير المغرب. اما الوثائق السريه اللي خدم معاه لامريكا، فمن بعد ما تسالت ليه الفلوس اللي سرق غيبدا يبيع هاد الاسرار لاجهزه مخابرات اجنبيه باموال طائله.